طيب، نيجي يا جماعة للفكرة المدوية بمعنى الكلمة للكرة الصعيدية. وتاني بكرر، يا أهل الصعيد جميعا، طبعا أهل الصعيد غالبيتهم محبين جدا لكرة القدم، عشان كده بخاطبهم. وحتى على مستوى أعمار كتير على فكرة، يعني أعمار سنية كتير في كل القطاعات. لكن يا مديري أو إداري أو إدارات أندية أو أيا كان مسماك في أي نادي في الصعيد، وأعداد مهولة. على فكرة ناس كتير قوي يمكن للأسف برضو اللي بيشوفوا الكرة المصرية كده من على السطح، اللي يا دوبك هو الدوري الممتاز، ما يعرفوش ان في أندية، عدد مهول من الأندية في الصعيد، بس للأسف مندثرة والحذرة والضيعة، واللي مش لاقية تاكل حتى، واللي مش لاقية تلبس لعبتها شورتات حاجات كوارث أقسم بالله. بتعاني معاناة خرافية أكتر بكتير حتى من أندية بحري. أنا مش معنى كده إن أنا بحابي القطاع على حساب قطاع أبدا. أنا باجي يا جماعة أفكاري دايما وابتكاراتي وتطويراتي دايما بتبص لي الأسوأ والأقل، أو اللي محتاجني أكتر. بعد كده أوتوماتيك هتلاقيها راحت للي محتاجني، مش أكتر، لا محتاجني بعد كده أقل. لكن في كل الأحوال محتاجيني الاتنين، أو في احتياج شديد جدا جدا لأفكاري وابتكاراتي وتطويراتي اللي أنا بعملها. وبعد كده المتابعة أو التنفيذ ثم المتابعة. الحاجات دي مش مجرد بس عملت فكرة طب وبعدين قعدت حطيت ايدي على خدي ومفيش حد عنده القدرة حتى يعرف ينفذ الكلام ده. وبعد كده متابعة مهمة للغاية، استمرارية وبنفس الجودة أو أكتر. المهم، فكرتي بكل بساطة، واحبسوا أنفاسكم، نعمل كده سسبنس زي اللي بيتعمل في أفلام الحركة والأكشن والكلام ده. فكرتي يا جماعة، دوري هيتعمل للصعيد هيكون كالآتي: أندية الشعبية فقط. الصعيد ماليش علاقة تاريخية مش تاريخية، كل الأندية الشعبية هتتجاب كده. يا جماعة عندنا كام، أنا بشرحها بالتفصيل ومش فارق معايا. الحمد لله، أحمد ربنا شكر فضله، أفكاري محمية. أنا بس بقول في البداية أفكاري وابتكاراتي وتطويراتي كلها محمية الحمد لله بالقانون المصري الرائع اللي اتعمل سنة 2002، قانون الجامع والشامل لحاجة اسمها حقوق الملكية الفكرية. حقوق الملكية الفكرية، واللي بينص تماما على ان اي اطروحة او فيديو او فكرة او ابتكار او اي مقول او اي شيء انت حضرتك قلته او عملته بنفسك ونزلته في اي وسيلة اعلامية، مش شرط تكون وسيله اعلاميه تقليديه، ممكن تبقى على الانترنت طبعا. وفي وقتها طبعا كان الانترنت انتشر جدا، فكان عشان كده القانون اتعمل او شمل كل حاجه، قانون موحد اسمه قانون موحد على فكره 82 سنه 2002 لحقوق الملكيه الفكريه كل النواحي. ونص في احد بنوده او احد قطاع، يعني هو في ابواب كده، احد بيبانه بينص تماما اي شيء حضرتك عملته بنفسك ونزلته على وسيله اعلاميه بتعلم الاخرين، اهم حاجه تكون مفتوحه للجمهور في اي وسيله ايا كانت، مقروءه او مسموعه او مرئيه. وطبعا يستحسن تكون 2 أو 3 من الثلاث حاجات دول، يعني مستحسن تكون مثلا مقروءه او مسموعه، مستحسن تكون مقروءه او مرئيه، مستحسن تكون مسموعه ومرئيه. زي اللي عندي مثلا، انا عندي مسموعه ومقروءه ومرئيه الثلاثه. بحط حاجات طبعا بتتقري، بحط حاجات بتتشاف، بحط حاجات طول الوقت بتسمعوني، فهي مسموعه مقروءه مرئيه. جميل، ومفتوحه للجمهور تماما. وفي مشاهدات عندي ان شاء الله تكون مشاهده واحده. المهم ان في مفتوحه للجمهور ومش معموله خاص، مفتوحه للجمهور ومشاهدات. كويس، تمام. فهي محميه بحقوق كامله، حقوق الملكيه الفكريه. تمام، وممنوع طبعا اي اقتباس او قطع اي شيء او تنفيذ اي جزء من الفكره، اي جزء حتى من الفكره، او حتى محاوله اخذ فكره و يعني لعب فيها او انه يغير منها ويقول لك لا دي بتاعتي انا. لا طبعا، في حاجه اسمها جذور الفكره، جذور الفكره. فانا ما عنديش مشكله، في نفس الوقت بعمل حاجه تفيد الجميع يا فندم. وحاجتي الحمد لله 3 منصات اعلاميه مش واحده: اليوتيوب اللي ربنا يكرمنا باذن الله باذن الله باذن الله، وتبقى لينا احنا وسيلتنا الاعلاميه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، واللي خلصانه من 3-4 سنين، بس عايزه بس الجانب المادي والافراد يعني اشتغلوا عليها، تبقى حاجه افضل 1000 مره من اليوتيوب، لكن يا مسهل يا رب يعني. تمام، اليوتيوب والفيسبوك في مكانين، صفحه والصفحه رسميه، يعني صفحتي انا رسميه، وفي صفحه للبرنامج او القناه يعني. على فكره ده
كصفحتين مش صفحه واحده. انا بنزل دلوقتي فيديوهات بقالي كذا شهر في صفحتين، لان انا عندي طبعا صفحتين، فبنزل في الصفحتين، فهي تعتبر كده بتنزل في 4 اماكن مختلفه او 5 كمان، لان صفحتين فيسبوك باكونتين وقناتين على الفيسبوك، واليوتيوب ادي كده 5، وكمان تويتر ادي 6 اللي هو بقى اكس. 6 اماكن مختلفه يا فندم. وديلي موشن كمان الى حد ما، بس يمكن بقى لي فتره مش بستخدمه. فدي بكل بساطه، بس ده تحذير شديد اللهجه، لان اي مخلوق ايا كان صفته، ايا كان مكانه، ايا كان شكله، ايا كان في اي حته، هيتخرب بيته ان شاء الله باذن الله لو فكر بس ياخد اي جزء من افكاري. الحمد لله، وانا يعني متابع جدا لافكاري وبشوف، واهو الوقت بدا يضيع الفعلي، انا اقدر اقول قالب الوسط الكروي تماما، وباذن الله هاخد حقي، بفضل الله هاخد حقي، بكرم ربنا باذن الله طبعا قبل اي حاجه ومساعدته ليا هاخد حقي من كل النواحي. طيب المهم ومستقبلا كاس العالم كل 3 سنوات ان شاء الله، انتظروها برضه باذن الله، اللي انا عاملها قبل الفيفا وقبل انفانتينو بسنه ونص. وحاجات تانية كتير، كاس العالم انديه وبطولة اوروبا وتطويرات، كل التطويرات الفيفا كلها اتكلمت فيها قبل كده وكان ليا سبق فيها وعملت لها حلول وافكاري اخرى، يعني 150 فكره يا جماعه واكتر يعني، الحمد لله، وابتكار وتطوير. المهم فهنجيب كل انديه الصعيد زي ما ذكرت بكاملها، هنعمل حاجه جميله قوي، هنعمل لها ليفلز طبعا عشان ما فيش حاجه حد يقول لي طب ما انت كده بتعمل نفس الآفة. هتحط زي انديه ضعيفه للغايه مع انديه برضو تعتبر بالنسبه لاهلي وزمالك يعني في الصعيد، اسوان بقى، المنيا، الالومنيوم، مش عارف ايه كلام من ده، كان في الجماهيريه فقط. وهرجع للسؤال اللي هيتسال لي، طب الانديه اللي مش جماهيريه، هيئات وشركات في الصعيد تعمل ايه؟ ما دي كده انت بتحرمها. وفي لاعبين كتير جدا مهمين يعني مميزين في الصعيد، طبعا بتكلم على مستوى الصعيد، موجودين في الانديه دي، هقول لكم هيحصل فيهم ايه. ودي برضو من احد الميزات الرائعه في الفكره دي، او في ابتكاري بقى بمعنى الكلمه. هيحصل كالاتي يا جماعه، هنقسم الفرق 3 ليفلات حسب المستوى الحالي في اخر موسم. يعني لو بدانا باذن الله الابتكار ده باذن واحد احد الموسم القادم، هيبقى نشوف مردودهم خلال الموسم الحالي كاملا، تمام، ونبدا نشوف مردودهم طبعا مش النتائج بس، النتائج ومستوى، وابدا اشوف وطبعا الكلام ده كله قبل بقى الانتقالات ولا بتاع، يعني هنبدا الامر ده مجرد انتهاء الموسم الحالي، يعني كل فريق محتفظ بلاعيبته عشان يبقى التقييم صحيح، وابدا اقول تمام يبقى كده الامر كذا كذا، لا ده الفريق ده يتحط الليفلز كذا، ليفل كذا، تمام، جميل. بعد كده هقسم، نفتح موضوع الانتقالات بافكاري انا، مش انتقالات العشوائيه، لا، انتقالات بافكاري انا. تبدا اول حد هنبدا نرسي عليه افكاري الخرافيه لموضوع الانتقالات اللي هتقلب الدنيا تماما ان شاء الله باذن الله، هيبقى في الموضوع ده، تمام. وتبقى حاجه يا سيدي جربوا، يعني اتحاد الكره المصري يا رابطه يا مش عارف ايه يا قائمين على الكره المصريه، جربوا وشوفوا ساعتها المردود اللي هيطلع من البطوله دي، او البطولات اللي لسه في بطوله تانية ان شاء الله. لكن اوكي، هتشوفوا بجد يعني ايه كلمه نجاح بطوله، يعني ايه كلمه بطوله بمعنى الكلمه، يعني ايه مميزات خرافيه لا تعد من البطوله اللي هتطلع من البطوله دي باذن الله، او البطولتين دول على مستوى الصعيد، تمام. غير طبعا المميزات الاخرى اللي انا ذكرتها في الجزء اللي فات، ارجعوا له حضراتكم. منجم المواهب اللي هيتفتح والامكانيات الرهيبه، واعمل لكم منتخب كامل في اقصاها 2 ل3، منتخب يشرف مصر بجد. كويس. طيب ف زي ما بقول وانديه الصعيد متعطشه جدا عشان تبقوا عارفين، زي ما جماهير الصعيد متعطشه جدا، ودي نقطه خطيره ومهمه جدا جدا، ان انت حضرتك لما تروح يعني للامر ده، دي ميزه يعني، دي في حد ذاتها اساس مهم للغايه. تعطش الخرافي للانديه دي يا جماعه، بلاعيبتها بجماهيرها بكل حاجه. عشان كده قلت مش هيحصل نوع من الترانسفير خالص، استنى لما ادرس الانديه دي تماما واقول لكم المستويات تتعمل الليفلز بتاعتها، بعد كده نفتح الانتقال بطرق محدده زي ما نعملها في افكاري وابتكاراتي. فهتستغل كمان جزئيه التعطش الخرافي الموجود عند الانديه وعند جماهيرها، اللي هتفرق معاك جدا في نجاح التجربه في اسرع وقت ممكن، وتجني بعد كده حضرتك على الجاهز الثمار كقائمين على الكره المصريه، تمام. المهم فحضرتك هتيجي على الليفلز 3، الليفل اللي تحت
الليفل اللي تحت ركزوا معايا جدا، الليفل اللي تحت هعمل له نوع من المسابقه بطريقه معينه، نوع من التصفيه، بس مش كاس، مش كاس، حاجه كده يعني مش عايز اذكرها بالتفصيل، حاجه كده هتفي بالغرض جدا وهتدي فرص مميزه وتطلع الافضل، لان ده مهم للغايه، مهم جدا جدا. ودي من للاسف من اللي مش عارفينها كل القائمين على مجال كره القدم في العالم كله في موضوع التصفيات، من اسوأ الامور التصفيات اللي بيعملوها، اللي بتبقى من اسوأ ما يمكن، ما بتفيش بالغرض، ما بتطلعش الافضل والاحسن، مبنيه على اسس واهيه جدا وسلبيات وهفوات كتير قوي 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 قوي، ابسطها عدم تكافؤ الفرص. اوضحتها مرارا وتكرارا، وضحتها بكل قوه في حلقه كامله في موضوع كاس عام 2026 وازاي تعمل كاس عالم خرافي بمعنى الكلمه، عامل فيه باكج ابتكارات 6 اجزاء يا جماعه، اسمعوا لهم دول لوحدهم يعملوا يعني دول كده، دي مش فكره يعني، دي كده مش فكره، دي بوتقه افكار، جنينه افكار زي ما بيقولوا وابتكارات. الحلقه دي او هي مجموعه حلقات طبعا خاصه بكاس عام 2026 موضح فيها يعني ايه تعمل تصفيات، تصفيات تبقى ازاي على اعلى مستوى، تصفيات ممكن جدا تكون اقوى من البطوله نفسها، او مش ممكن اكيد. تخيلوا بقى اعمل حلقه كامله للقرعه، ازاي تعمل قرعه صح، ازاي تعمل قرعه تفي بالغرض وتطلع لك افضل ما يمكن، وبعد كده بالبديهي تعمل لك بطوله قويه جدا تتشاف من اول لحظه لاخر لحظه، مش بقولش من اول مباراه، من اول لحظه لاخر لحظه. الامر ده هطبق كل افكاري وابتكاراتي، هطبقها يا فندم، اخد فرصه وشوفوا هطلع لكم ايه. فحضرتك تيجي هيتعمل، وعلى فكره كل اللي بقوله ده باذن الله في السوبر بول باذن الله، ما لو اني السوبر بول مش هحتاج ده، لاني اوتوماتيك هبدا صح، وهبدا بصفحه بيضه كامله، ومش صفحه ده انا هبدا بكشكول كامل ابيض الحمد لله، وهيفضل ابيض باذن الله وناصع البياض كمان، تمام، مش هيلطخوا اي شيء من السلبيات، كله بامر الله طبعا، واكيد طبعا يعني واثق تماما من الحمد لله من افكاري وابتكاراتي اللي انا عملتها، وكلها فضل من عند ربنا. فزي ما بقول ال ال الامر ده هيكون بطوله معينه هتطلع الافضل، ده في نهايه 25 24 25 في نهايتها هيبقى عندكم 3 ليفلز. الليفل الاول اللي هو اللي فوق الانديه الاكبر والاكبر حاليا يعني كقدرات وامكانيات من التقييم اللي هتعمل على ادق ما يمكن وباسس واطر مش هتشوفوها في اي مكان كالعاده. اوكي، الليفل الثاني بطوله اخرى بنفس الكيفيه، والليفل الاول بطوله اخرى بنفس الكيفيه. جميل، ده في اول موسم. نيجي بعد كده بقى الموسم القادم باذن الله هيتعمل بقى الدوري للثلاث بطولات او القائمه على الثلاث بطولات. كويس، هنبدا نعمل دوري بقى حقيقي ان شاء الله يكون 20 نادي، ما عنديش مشكله، عندي القدره ان انا اعمله وبافضل ما يمكن. كويس، هيتعمل دوري بقى اللي هو ما بين ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، ودوري اخر للي هيطلع اللي هم مش هيطلعوا للدوري الاساسي، يعني زي اولى وثانيه تعمل صح صح، وهيبقى مجموعه واحده هنا وهنا، وهيتلافى تماما كل السلبيات الموجوده، تظبيط لكل حاجه، تنقلات لاعبين، نظام المباريات ازاي، التوقيتات، الهوم ايه والاوي ايه، وتكافؤ فرص كامل. بصوا يا جماعه هتشوفوا العجب بمعنى الكلمه، انا كل ده بتكلم في كره القدم، فما بالكم كمان عندي في السوبر بول. المهم خلينا في الدرجه اللي هو الاعلى، الدوري الدرجه الاعلى اللي هو سيبك مسات، لا مش هقول بقى لا ممتاز ولا غير ممتاز، انا هسميه على التسميه الاوروبيه، هي يعني تساوي الممتاز، بس انا بسميه بالتسميه الاوروبيه ان انا كمان هطلع للافاق الاوروبيه، يعني هطلع افاق الخارجيه باذن الله، يعني هسميه بريمير ليج الصعيد. بريمير ليج الصعيد ده مسمى، مثلا انا بدي مثل مسمى اللي يفي بالغرض، اولا يعمل حاله جميله جدا جدا يحسس ان الصعيد فعلا بدا يطلع، يعني فعلا ياخد حقه ويطلع على السطح ويدفع على السطح بشكل رائع. في نفس الوقت هيعمل حته اجتذاب حتى من الجوانب التسويقيه يعني كل دي طبعا في المميزات زي ما قلت لا تحصى. اجتذاب كبير جدا للاسم نفسه، كمان هيشد مع طبعا وجود مش الاسم فقط، المحتوى يا فندم. وعشان كده قلت اول سنه هتبقى تحضيريه بس بشكل طلع لكم بقى المنتج بجد.
اوكي، لكن اول سنه حتى التحضيريه دي هتشوفوا العجب فيها، اللي هو التلاته الليفلز اللي قلت عليهم. كويس. طيب تيجي بعد كده حضرتك الدوري اللي هيتعمل، اللي خلينا في الدرجه اللي فوق. الدرجه اللي فوق اول سنه باذن الله بريمير ليج الصعيد، وتحته ممكن كمان يبقى سكند ليج الصعيد مثلا، او الصعيد سكند ليج، او الصعيد بريمير ليج. على فكره احلى الصعيد بريمير ليج، الصعيد بريمير ليج. وتاني بكر انا هنا مش بعمل بقى فرنجة ولا امريكا ولا كلام من ده، انا اكتر حد بعشق اللغه العربيه ودايما بحب استعملها قبل اي حاجه، بس انا قلت عشان الهدف تسويقي كمان في الاساس، هدف رياضي بكل معاني الكلمه، تمام، ثم بعد كده تسويقي فيفي بالغرض. ولما ابدا صح من البدايه اكمل صح، او بكمل بشكل افضل واسرع، بدل ما اضطر ابدا غلط، او سوري ابدا غلط واضطر بعد كده اعدل الغلط. وانا الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله عودتكم تماما اني ما بعملش فكره او ابتكار او تطوير لما بيكون على اعلى مستوى بكل معاني الكلمه، وما فيش اي سلبيات. طبعا حدث ولا حرج على الايجابيات. فبعد كده حضرتك هتكمل بريمير ليج. طيب ايه، حد يقول لي طب وبعدين يعني ماشي من الجانب الرياضي مثلا، طب الحافز ايه؟ لا انا عمال اقول في حوافز من الصبح، الجزء اللي فات وادي الجزء ده انا ممكن اعمل لكم جزء كامل فقط للمميزات يا جماعه. لكن اقول لكم حافز بقى الحافز القنبله بقى، ده الحافز بقى، بصوا يا جماعه اللي هيقلب بالدنيا تماما تماما. اللي فات كله كوم واللي جاي كوم، مع ان اللي فات كله حاجه جامده جدا، والصعيد مش لاقي واحد على مليون منها اصلا كمان، يعني ده الصعيد بكل مشتملاتها. لكن اللي جاي بقى ركزوا معايا، البطوله دي هيخاطب اتحاد الكوره، وانا واثق اتحاد الكوره يعني هيوافق، واثق. ليه بقول اتحاد الكوره؟ لان هو المسؤول عن البطولات الخارجيه. وعلى فكره البطوله دي خلوا بالكم ان دي مش هتندرج تحت كاس الرابطه خالص، مش هتندرج تحت الرابطه نهائيا، اللي اثبتت فشل ذريع وزي ما توقعت من اول يوم. لا دي هتندرج تحت برضو حاجه انا يعني نفسي جدا انها تتم باذن الله، وبفكر فيها بقالي فتره، اسمها رابطه الانديه الجماهيريه للصعيد، او رابطه الانديه الصعيد الجماهيريه. انا شايف مسمى ده احلى، مسميين موجودين، رابطه انديه الصعيد الجماهيريه، هي دي المسؤوله. والعبد لله يا سيدي، انا لا هرأس رابطه ولا انا هنظم لكم الدنيا اول كام سنه دول بالتوازي مع كل الحاجات الاخرى، ان انا ربنا يعلم يعني. لكن انا نفسي افكاري وابتكاراتي تتعمل صح، لان هو ده الاساس يا فندم. وبعد كده المتابعه دي هتبقى ان شاء الله اوتوماتيك مع السوبر بول كمان باذن الله. لما يتم باذن الله طبيعي ان البطولات دي هتبقى معايا في السوبر بول بنفس الكيفيه. بس لو فرضنا في كره القدم يبقى العبد لله هو الاحق بكل معاني الكلمه. بعد كده خلاص اللي يدير يدير، خلاص انا وضعت الاساس المظبوط وعملت الشجره الحمد لله وفرعت وزهرت وطلعت المنتج. بعد كده سهل خلاص امشي بقى على نفس الخطه وانا متابع ده. لكن في السوبر بول طبعا هتبقى البدايه من البدايه لنهايه الامر ان شاء الله معايا، لان انا اكون مسؤول قلبا وقالبا من الالف للياء عن السوبر بول طبعا. لكن كره قدم انا مش يعني ما مش ابتكاري، ولا مش انا اللي اخترعتها، لا انا بطورها ببتكر فيها، عملت افكار خرافيه وعامله نجاح مدوي رهيب وابتكارات مذهله تمام. لكن اللعبه كلعبه مش بتاعتي. لكن السوبر بول وضع مختلف، دي لعبتي من الالف للياء، لما احط افكاري فيها وابتكاراتي وتطويراتي لا ده موضوع تاني. بس باكد تاني في كره القدم الفكره مش هتنفذ الا باذني، وانا اللي لازم اعملها، مش عشان انا عايز ابقى، لا لان انا افضل حد يعملها الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله. فيا جماعه الموضوع ببساطه هيكون كالاتي، زي ما قلت او باكد او بس بكمل كلامي. هنخاطب اتحاد الكره، واثق انه هينفذ، واثق انه هيرضخ، لانه هيطلع له حاجه تشرف بجد بمعنى الكلمه. وانديه عدد مهول ومن حقهم اني الفريق اللي هيفوز بالبطوله اللي انا عاملها في البريمير ليج الصعيد او الصعيد بريمير ليج هيشارك في بطوله افريقيه. وانا مش هكون طماع، مش هقول بطوله الشامبيون ليج الافريقي، بس اقل تقدير يكون بطوله اللي هي ما يسمى الكونفدراليه التعبانه دي. والشامبيون ليج اصلا تعبان جدا كمان يعني فكره، تمام.
حافز خرافي بمعنى الكلمه، لو اني اصلا بطوله تعبانه جدا، بس بالنسبه للصيد طبعا تبقى حاجه جامده جدا. فدي نقطه مهمه للغايه. بلاش يا سيدي تشامبيون ليج، هيبقى اللي هي الكونفدراليه. كمان في حاجه افضل، انا بشوف في حاجه افضل، اللي ما يتعملش بطوله ثالثه لافريقيا زي ما بيتعمل في اوروبا. انا طبعا ضد البطوله الثالثه الاوروبيه دي لانها معموله غلط اصلا، لكن انا مش ضد تواجد بطوله ثالثه، لا ما قلتش كده. لو فاكرين زمان، مش زمان قوي، في التسعينات وبدايه الالفينيه، لما كان في ابطال الكؤوس، وكان في كان اسمه كاس الاتحاد الاوروبي على ما اتذكر، وكان في التشامبيون ليج اللي هي ما كانتش التشامبيون ليج، كان اسمه كاس ابطال الدوري. ليه ما يكونش في حاجه شبيهه بكده؟ لكن المشكله انا معترض جدا على الاسلوب البطوله الثالثه اللي هي بتسمى المؤتمر دي، ولا مش عارف اسمها ايه. وحشه جدا، من اسوا افكار الكسندر سيفرين، اللي انا قلت كتير جدا انه واحد يعتبر افضل حد كاداره على جميع مستويات كره القدم في العالم بكل المقاييس، كاسلوب اداره وطبيعه وشخصيه ونظافه يد الى حد ما. طبعا يعني ما اعرفش يعني الدواخل ايه او الدواخيل ايه، لكن اللي شايفه قدامي انه الكسندر سيفرين يشبهني جدا، انه حد عايز يطور، حد عايز يعمل حاجه، حد جاي على فساد رهيب وعايز بيحارب حاجات كتير قوي، وفي نفس الوقت يتطور بكل ما يملك من قوه، وعنده نوع من القدرات الابداعيه نسبيا، طبعا نسبيا. يعني انا مش بشكر في نفسي، بس حدث ولا حرج يعني الفرق، لكن هو اقرب حد لطبيعتي واسلوبي. تمام. وببساطه فانا شايف ليه ما يتعملش بطوله ثالثه يا جماعه، يكون فيها نادي زي الممثل الصيد عندنا، ويسري الامر على كل الانديه الافريقيه، كل سوري الدول الافريقيه، يكون يشوفوا نادي او يشارك مثلا نادي انديه مهمشه ما بتاخدش فرصه. يعني كان تشامبيون ليج مثلا في انديه افريقيه بيشارك اول وتاني شمال افريقيا، وفي انديه اخرى او سوري بلاد اخرى، لكن في بلاد بيشارك الاول فقط، والتاني بيكون احيانا فريق قوي فبيشارك في الكونفدراليه البطوله التعبانه. كويس. ليه ما يشاركش مثلا الاول في الاول في زي ما بقول في البطوله الاقوى، ثم الثاني ممكن جدا يشارك في البطوله المستحدثه، تمام، والثالث هو اللي يشارك في الكونفدراليه. عادي يقول لي طب ليه؟ لان البطوله المستحدثه لابطال برضه، تتعمل لابطال. انا لما بعمل بطل الصعيد عندي نص مصر او تلتين مصر كمساحه جغرافيه وعدد افراد عدد مهول، برضه يمكن يضاهي الامر ده، فتبقى بطوله بجد. ومع تطبيق افكاري زي ما قلت في الانتقالات والمداخيل والبيع والشراء والكلام ده كله، ملف اللاعبين والمدربين وحاجات كتير، هتلاقوا انديه قويه جدا بمعنى الكلمه، ما بقتش زي دلوقتي. ومش هتحتاج الميزانيات الخرافيه اللي بتتعمل او بتتحط عشان فريق يروح بس يمثل تمثيل مشرف، ولا يقعد له سنه ويهبط ويخسر الجلد والسقط زي ما بيقولوا بالبلدي، تمام، ويبذل الغالي والنفيس وفي الاخر ما يجنيش اي شيء، ويجي المواسم اللي بعدها بسبب الصرف الرهيب اللي اتصرف في موسم الدوري الممتاز ده اللي ما جاناش منه اي شيء، يفضل 20 سنه عشان يعرف يصعد تاني، بيعاني من مشاكل ماديه. اقول لكم ايه يا جماعه؟ مهازل اقسم بالله، بس هي عقليات، وعدم وجود نظام، عدم وجود اطر، عدم وجود حمايه للانديه من الغيلان على المستوى الاقتصادي، وعدم وجود ردع ولا عدم وجود اي شيء في الدنيا. طيب، فزي ما بقول البطوله هيشارك فيها النادي بتاع البريمير ليج في الصعيد زي ما قلنا. طبعا ده حدث ولا حرج، لاول مره في التاريخ الصعيد هيتحط على الخريطه الافريقيه. لاول مره في التاريخ الصعيد ايا كان بقى المدينه، الفريق اللي هيفوز، منيا، اسوان، اسيوط، نادي شبان قنا، نادي بني سويف العام، نادي بدي امثله طبعا، مش يعني اللي عايز اقول نادي انديه جماهيريه يا فندم، نادي الفيوم، ايا كان، هتبص تلاقي الموسم ده فريق ده بيفوز، الموسم اللي بعده فريق التاني بيفوز، فريق اللي بعده فريق التالت بيفوز، وهكذا. ودي برضو ميزه اخرى لسه هتكلم فيها، تداول البطولات. الصعيد كله هيفرح، اغلبيته حتى هما 6 محافظات او 7 محافظات، فيوم، اسيوط او فيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، اسوان، وقلنا الاقصر كمان نقول محافظه لوحدها، 7 8 محافظات بالكتير. الوادي الجديد مثلا معاه. هتبص حضرتك هتلاقي ان كل موسم تلاقي فريق مختلف. انا يعني ضامن وكفيل بده. بعتوا لكم ان انا ايه وانا اللي يعني هرسي الفوز على لا طبعا، قلت الافكار بتاعتي والابتكارات اللي انا حاططها
بكل المقاييس تفي بده. شرحت وقلت قبل كده بدل مرة مليون. كويس؟ طيب فحضرتك هتلاقي افراح كتير جدا في كل انديه الصعيد، في كل بلاد الصعيد، لما الفرق اللي تيجي الافريقيه يجوا على مثلا يلعبوا، ده يلعبوا في هنا يا جماعه، هيلعبوا في سوهاج، هيلعبوا في المنيا، هيلعبوا في الاقصر، هيلعبوا في أسوان. كمان تنشيط سياحه، غالبيه السياحه الجزء اللي هو الخاص بالحضاره الفرعونيه والاثار موجود في الصعيد يا فندم. فلما يتعمل سبوت على الكلام ده، بالذات لما يتعمل حاجه كده بعد المباريات دي، مثلا يعمل جوله سياحيه للفرق دي مثلا، هتعرف البلاد الافريقيه دي الحاجات ما كانوش يعرفوها. تمام. الفرق اللي هتجيلك ممكن جدا تكون فرق جماهيريه ضخمه جايه من افريقيا، شمال بقى افريقيا، وسط افريقيا، غرب، شرق، جنوب، ايا كان، قاره بحالها. شويه شويه، لسه هقول شويه شويه يستحدث حاجه على مستوى البطولات العربيه. ايه المانع البطوله العربيه اللي انت حضرتك محتار فيها دي ومش هنلاقي فريق يشارك فرق الصعيد؟ لا، بتبقى قويه وهتبقى مشرفه، تحط على السبوت بمعنى الكلمه. ده بعد كده مثلا، لانها يعني بطولات، يعني مش بطولات يعني التنافسيه بالمعنى، ومش بطولات اللي هي اجنده دوليه بقى ولا بتاع ولا محطوط على الخريطه قوي، لكن بقول بعد كده ممكن، بس عشان جوائز ماديه وكلام ده، فانت كده بترتقي برضو بفرق الصعيد من الناحيه الماديه. لما يشارك بطولة مرة المنيا، مرة أسيوط، مرة سوهاج، مرة أسوان، مرة فريق من الأقصر، مرة فريق من الفيوم، عوائد مادية تيجي يا فندم. طبعا ده غير حاجات أخرى، أنا بتكلم في بعد كده مشاركات يا فندم، لكن قبل كده إن شاء الله بإذن الله عوائد مادية ممتازة هتيجي زي ما قلت من أمور كتير جدا، جانب التسويقي، جانب التسويق البطولة، رعاة الأندية دي، النقل التلفزيوني، لا 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 انسوا، هتشوفوا حاجة تانية. المهم، فده يعني ده بقى الايه البونبونيه يا جماعه، دي الكريزه اللي على التورتايه، دي تورتايه كامله بكل مشتملاتها. دي بقى الكريزه زي ما بيقولوا، المشاركه الافريقيه. كويس. واللي يجي من تحت من السيكوندو او السكند ليج الصعيد، هيجي حضرتك هيطلع لفوق عدد معين برضو بنظام معين، يعني مش هشرح بتفاصيل قوي. تمام. بفير كامل بكل معاني الكلمه. حضرتك طلعت، ينزل تاني ينافس تحت، اللي هو اللي هينزل، اللي هيفوز باذن الله من البطوله الفيرست او اللي هي البريمير، هيدخل زي ما قلنا على البطولات ويبقى اساسي في البطولات دي ان شاء الله باذن الله. تمام. حاجه فظيعه، حتى تشوفوا حاجه العجب. حد هيرد بقى ويقول لي ايه؟ يقول لي طيب ثواني بس، سؤال، فاكر السؤال بتاع الانديه اللي هي الهيئات والشركات هيتعمل فيها ايه؟ لا، حد يقول لي طب الله، طب دلوقتي الدوري الممتاز العادي بتاعنا ده، طب في مشكله، ما هو يبقى في انديه من الصعيد، هي هتشارك هنا ولا هتشارك هنا؟ ارد على حضراتكم، النادي اللي بيشارك في طلع الدوري وخلاص وعايز يستقر ويستمر في الدوري العادي براحته، ما عنديش اي مشكله، بس مش هيبقى موجود في البريمير او السيكوندو اللي هو اللي تحته، او السكند، انا بحب الاسباني قوي بصراحه، سيكوندو ليج. تمام. اسباني والايطالي يعني. المهم لا، هيكون زائد، ما ننساش حضراتكم، ما تنسوش حضراتكم، الموسم الحالي في كام نادي من الصعيد جماهيري يا فندم؟ ولا نادي جماهيري من الصعيد. الصعيد بيمثلوا حضراتكم الجونة. تمام. ده الموسم ده، واللي فات كان يعني برضو تلاقي نادي ولا بتاع بكتير قوي. فتخيلوا حضراتكم الصعيد ده بكامل جهات قدر، وبكامل امكانياته، وبكامل مساحته الجغرافيه، بعدد الناس المهول اللي فيه يعني المستوى البشري، يعني بيمثلوا الجونه، فريق منتجع في الغردقه. ادي مثل بسيط. فيعني بطولتي دي مش متنفس يا فندم، ده بطولتي دي منافسه بجد. بطولتي دي يلاقوا الانديه الصعيد هتلاقوا فيها كل ما يطمحوا ليه في اقصى احلامهم بمعنى الكلمه، في اقصى احلامهم. تمام. فحضرتك اوكي، في حد هيطلع اهلا بيه، مفيش اي مشكله، يطلع الدوري ممتاز، مفيش مشكله، بس ما تحرمش الاخرين، ما تموتش الاخرين، ما تكبتش الاخرين. تمام. ما تخليش الاخرين بيلعبوا بلا اي طائل او لازمه اساسا. بص حضرتك للبطوله المستحدثه اللي انت عاملها اللي تحت دي، انديه الصعيد اخبارها ايه في ال20 اللي بتحاول تقلد فيها بره اوروبا؟ عاملها باسوا صوره ممكنه، طمست ودفست انديه الصعيد اكتر واكتر. محدش يقول لي المقصه، ها،
اولا نادي هيئه، ثانيا في الفيوم ملوش علاقه بالفيوم اصلا، ده كان شاري نادي هويدي، هيئه شركه شاريه نادي هويدي، ويا ريتها احتفظت بيه زي ما هو، لا، ويا ريتها احتفظت باللعب في الفيوم، لا، استخدمت استاد الفيوم فتره، واعتقد ممكن تكون بتستخدمه دلوقتي اضطراريا، لكن لو سالتهم الشركه موجوده في القاهره يا فندم، في رمسيس، فاقول لك ايه طيب. المهم فبكل بساطه طبعا كان ليا بقى كان ليا طبعا يعني موال مع المقاصه دي. النادي الوحيد هو ونادي الناديين الوحيدين اللي خاطبتهم بشكل مباشر وقلت لهم يا جماعه هيحصل 1 2 3 4 انا جاي افيدكم، وطبعا لا مفيش يعني فخلاص هي مره واحده ما تواصلش مره تانية، وكل حاجه قلتها صدقت الحمد لله وتحققت على ارض الواقع بالتفصيل الكامل. ده حاليا وقبلها طبعا، لاني انا كنت رايح مستند على كل حاجه وتوقعاتي كامله اتحققت طول الفتره اللي قبلها، كل شيء قلته، فرايح ومعايا الادله والاثباتات الكامله دي، سي في يعني قنبله خرافي، يعني كسابقه اعمال ملهاش حل. تخلي اي حد من مسؤولين الناديين يقول لك ده يا سلام ده ما فيش زي، مش ممكن، لكن تقولي لا للاسف تلاقي حضرتك بقى العكس، حضرتك تلاقي العكس ان ما فيش يعني اي استجابه اساسا يعني. فخلاص انا جاي افيد حضرتك مش جاي اشتغل عندك، وهيحصل لك اللي انا قلت عليه وحصل، هبوط ومش هتطلع تاني لمده 3 4 5 سنين قدام. مقصه اسمه ايه ده نجوم مستقبل، المقصه هبوط ومش هتطلع لك 3 4 سنين قدام. المقصه الكلام ده في والله العظيم، وهم في الدوري الممتاز وفي بدايات موسم على فكره، ما كانش حتى في نهايته او في وسطه يعني، كان في وسطه تقريبا. طيب المهم فزي ما بقول يا جماعه فميزات اخرى اهي بقولها، عادي مفيش اي مشكله خالص، زي ما قلت اللي في الدوري الممتاز يكمل عادي جدا، والبطولتين بتوعنا زي ما هما، بعد كده ان شاء الله يبقى في كاس الصعيد باذن الله، هيبقى الكوبا كوبا الصعيد او صعيد كاب ايا كان، والله جميل الصعيد كاب برضه مسمى حلو قوي، هيبقى الصعيد كاب برضه هيبقى بطوله برضو لكل بقى الفرق اللي موجوده على مستوى الصعيد كله ان شاء الله باذن الله، برضو بليفلز معينه، ومش هتبقى نظام العك اللي بيجرى والمشاركه المشرفه ونجيب نادي عيني يلعب له 90 دقيقه وشكرا مع السلامه. شرفتنا حضرتك وعملت عملنا اللي علينا احنا، طلعناك كده لعبتك بطوله، لعبتك قصدي مباراه ولا حاجه في بطوله، لا يا فندم، كل نادي هيبقى ليه عدد ادنى من المباريات اللي يلعبها عشان الاستفاده تكون كامله وياخد الفرصه الكافيه والكامله، وهتتعمل بطريقه معينه، وفي نفس الوقت ما تكونش طويله الامد ومش هتبقى مرهقه خالص. ما ننساش ان هما الصعيد البطولتين دول هيبقوا ممكن جدا هما البطولتين اللي يبقوا بعد كده بالتوازي مع اتحاد الكوره او باتفاق معاه او الرابطه او ايا كان بقى المسؤولين، البطولتين دول خلاص هما ما يلعبوش بقى البطولات الخاصه بالهيئات دي، ويلعبوا هما دول، وبعد كده بناء عليهم يتم تقييمهم في الكره المصريه عامه. والله انا شايف والله العظيم فكره من اروع ما يمكن، ولا تقولي بقى تنقلات ولا بهدله ولا تعب ولا اعمل مجموعه للصعيد لوحدها، برضو فيها فرق متباينه كتير جدا وفيها مستويات متباينه كتير جدا، برضو نفس الافه ونفس المشكله في الدوري الممتاز، تباعد كبير في المستويات، وفرق مش لاقي حظوظها نهائيا، وفرق برضو بتكوش على فرق بنفس الكيفيه وبرضو بتصعد على اكتافها، مواويل يا جماعه. فكل ده هيتعمل باذن الله هيتم تلافيه تماما في البطولتين دول باذن الله، سواء البريمير ليج او سواء الليج اسف بريمير والسكند، وكمان الكاس للصعيد، واعملوا التجربه دي سنتين مش عايز اكتر من كده، وجربوا وشوفوا المردود هيبقى عامل ازاي. المهم ده باختصار كل حاجه. رد بس على اخر حاجه قبل ما اختم. طب الفرق اللي هي الهيئات والشركات اللي في الصعيد هتعمل ايه؟ الفكره دي في حد ذاتها انه فيزا زي ما انا قلت، وطبعا تتنافس بشكل من اعلى ما يمكن، يعني هيعمل شقلبه في الكره المصريه بكل معاني الكلمه. اوتوماتيك هتلاقي انديه الصعيد الهيئات والشركات، او مش الصعيد يعني انديه اللي بتسمى ده يعني بتلعب في الصعيد، وانا بلاقي اسامي غريبه والله العظيم، يعني مش عارف ايه، ببقى مستغرب يا ربي ايه ده، ايه النادي ده فين ده اصلا. المهم يعني انديه دي اوتوماتيك هيبقى قدامها حل من اتنين، يا تبيع لعيبتها دي لان خلاص بقى هي هتبقى بقى في لعيبتها اللي انضموا دول مش مستفاده بيهم بالشكل الامثل،
مش قادره ان هي تاخد من لانديه الصعيد الاخرى، ان ده طبعا هيتمنع زي ما قلت، هيبقى فيه تقنين واضح تماما، اللعيبه دي كمان هتحتفظ بلعيبتها، الانديه دي قصدي. خلوا بالكم ان هيبقى في عوائد ماديه هتيجي باذن الله من عوائد البث والاعلانات وكل بقى ما يخص الجانب التسويقي، هتروح للانديه المشاركه في الفيرست والسكند زي ما قلت، فمش هتحتاج انها تبيع. كمان البادجت الموجود لا يمكن هيكون زي شكل التقليدي بتاع كرة القدم اللي بيتعمل، لا طبعا، لان هيقنن الدنيا دي كلها تماما وهتتظبط بشكل رائع. فهنا هيبقى قدام حضرتك، بما انك هتبقى خلاص بره القصه دي، حضرتك مش اسمها هيئه او شركه تشترك معانا، فحضرتك هي تدي لعيبتك دول للانديه يمثلوها، وطبعا ده بنظام معين برضه هيتم بشكل صحيح ويكملوا. وحضرتك هيبقى انت ليك حته ان انت يبقى نوع من الاستثمار لفتره بطرق معينه، تمام؟ يعني اللاعبين دول هيتوزعوا على الانديه، وحضرتك هيبقى ليك زي نوع من الاستثمار في الجانب المادي في امور معينه، بناء لان انت مدي لعيبتك فقط، وليه نظام وليه طريقه كده معينه لفتره محدده. بعد كده خلاص شكرا، سنه سنتين ثلاثه اقصاها، الانديه كل الانديه بقى الهيئات والشركات دي متشكرين لحضرتك جدا. حضرتك عايز تعمل نشاط كوره ولا نشاط رياضي عندك، اعمله جوه الشركه بتاعتك او المنشاه، لكن تشارك في بريمير او مسابقات او كلام من ده او ليج او كده، لا طبعا ده مش هيبقى مسموح بيه. انا بكلم على الاقل عندي انا في السوبر بول وفي البطولتين دول طبعا طول ما انا بادر على مستوى الصعيد كويس. وشوفوا النتيجه بقى حضرتك بعد كده، هتلاقي حضرتك الانديه الشعبيه بتنمو جدا جدا جدا، وترجع لمكانتها وسبقعتها وافضل 1000 مره كمان من كل النواحي، وما خلاص انتهت بقى الآفة الضخمه اللي تفشت طول ال 30 40 سنه اللي فاتوا انديه الشركات والهيئات كويس. وتيجي بعد كده خلاص هتمتزج بقى كل المواهب والقدرات والامكانيات اللي عندك، هتحطها في انديه الهيئات والشركات برضو بطرق مقننه وموضح، وليها الف ب ي راس ورجلين، اول واخر، مش متسابعه على العايم زي ما بتقول، تمام؟ فيبقى انت هنا هتكسب وترجع الفلوس اللي دفعتها باكتر كمان، في نفس الوقت ابتعدت عن المجال اللي حضرتك مش بتاعك، اللي حضرتك لما نزلت فيه خربته بكل معاني الكلمه، ورجعت الكره المصريه ل 300 سنه ورا، نظام الهيئات والشركات والكلام ده، وتسيب الكره للجماهير، تسيب الكره تكون في وضعها الطبيعي الجماهيريه، اسمها لعبه شعبيه، لعبه جماهيريه. ايه دخلها في الهيئات والشركات؟ مش فاهم انا بصراحه، مش عارف بصراحه. طيب فادي الحل التاني زي ما قلت، خلاص احتفظ زي ما انت قلت كده بلعيبتك والعب بيهم براحتك خالص بقى، ونافس زي ما انت عايز في البطولات الاخرى بتاعت سواء رابطه ولا اتحاد، وسيب الانديه الشعبيه. انا قلت ووضحت من البدايه يا جماعه انا هدفي عايز الانديه الشعبيه فقط، بحالها كده زي ما هي، بعبالها زي ما بيقولوا، بلاويها بمشاكلها اللي انتوا طبعا سبب رئيسي فيها واساسي واول وتاني وتالت وعاشر. فانا هاخدهم زي ما هما كده، ما طلبتكوش باي حاجه، ما طلبتش منكم اي شيء، ما طلبتش منكم اي اموال، ما طلبتش منكم اي حتى نوع من الدعم الاعلامي ولا المادي ولا اي شيء نهائيا. كل اللي بطالب بيه تكافئوا ايديكم عن الانديه الصعيد الشعبيه كويس في البطولتين دول. اي حاجه تانية بقى ماليش علاقه بيها، انا بتكلم في البطولتين دول فقط. سيبوا لي ازاي نقدر اعملهم بالشكل الامثل والافضل والاحسن وللاكمل. طبعا كمال لله وحده، الاكمل غير الكمال على فكره، غير كمال لله وحده، تمام؟ فبالشكل اللي هو فيه تكامل. وطبعا كل ده مفتقد الكره المصريه بكل مشتملات. بيضربوا خماس في اساس يا جماعه دلوقتي، ومش عارفين المؤجلات، وعشان القادم ايه، وعشان لما يحصل معسكر بيرتعدوا ان يجي معسكرات ولا يجي طلبات لاي مدير فني لمنتخب، يقول لك يا ربي هنعمل ايه، ده احنا مشينا بالعافيه. يعني النبي اقعدوا انتوا بقى مع كامل احترامي، يعني اقعدوا انتوا ايه في مشاكلكم، واقعدوا في المواويل الخاصه بتاعتكم في البطولتين العرجتين، كاس والدوري. وطبعا ما بسميش كاس الرابطه ان دي يعني مع كامل احترامي قلتها مليون مره، يعني بطوله يعني حاجه، يعني بطوله وديه اقوى منها يعني. لكن خليكم حضراتكم في اللي يخصكم، واستاذنكم خلينا وسيبوا اللي بيعرف يبتكر واللي عنده ابداع وقدرات وامكانيات، ادوا له ادوات او سيبوه، ما تدوش حاجه خالص، سيبوه يطلع امكانياته وقدراته فقط، ابتعدوا عنه مش اكتر يعني. فانتوا اوريدي مبتدئين عن انديه الصعيد
مهمشينها تماما ومش في بالكم خالص، والشيء كده مكمل. اتعاملوا مع الاساس ده في البطولتين دول او في الفتره اللي جايه، سنتين مش اكتر. بس عموما ده كل حاجه، وان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله. وانا ما ذكرتش كل حاجه، ما ذكرتش كل الفوائد، ما ذكرتش كل الحاجات المميزه. ان شاء الله باذن الله تباعا كل ده هيتم، لكن كل حرف من الالف للياء، كل شيء من الالف للياء في الابتكار ده عند العبد لله. اشوفكم على خير ان شاء الله. ويا اهل الصعيد اللي بحبكم جدا، ويا كرة الصعيد اللي بعشقها وبحبها جدا برضو على المستوى المصري طبعا. انتوا مظلومين جدا في الكرة المصرية بمعنى الكلمة مع المسؤولين دول اللي بيجوا من سنين طويلة، وتستحقوا مش الافضل، تستحقوا تكونوا على القمة بكل معاني الكلمة، بكل معاني الكلمة. واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، واتمنى يا رب دايما الخير للجميع ان شاء الله باذن الله.